أخبار نادي ريال مدريد تأتيكم من الصعيد سبورت. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. ريال مدريد يواصل الاستعداد للسوبر الأوروبي. واصل لاعب ريال مدريد الاستعداد للسوبر الأوروبي الذي سيقام في 14 من شهر أغسطس الجاري تحت قيادة أنشيلوتي. هذا اللقاء سيشهد الظهور الأول لمبابي مع الريال، كما يمكن أن يحمل الفرصة للاعبين مثل غولر وإندريك، حيث يرفع الجميع شعار لا بديل عن الفوز بأول بطولة في الموسم، وهو ما يجعل التدريبات تدور وسط حالة من الحماس والرغبة في تقديم الأفضل. رسالة أنشيلوتي لمبابي. وجه أنشيلوتي رسالة خاصة لمبابي حينما سئل عما ينتظره من الفرنسي في الفترة المقبلة، حيث أكد على أن عليه سرعة التكيف مع الفريق، وهو ما يثق أنه سيحدث في أقرب وقت. هذا وقد أكد كارليتو على سعادته هو ولاعبي الفريق جميعا بالتوقيع مع مبابي، الذي يعد إضافة حقيقية للريال في ظل طبيعته التنافسية وبحثه الدائم عن الألقاب. رد ريال مدريد على اهتمام مانشستر سيتي برودريغو. كشفت تقرير صحفية عن وجود اهتمام من نادي مانشستر سيتي بضم البرازيلي رودريغو لاعب فريق ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت التقارير أن رد ريال مدريد على مسألة بيع رودريغو منذ شهر يونيو هو أن اللاعب البرازيلي باق، وهو مستعد لتكرار الرد على أي نادي مهتم به حتى نهاية الميركاتو. بايرن ميونخ مستعد لبيع الفونسو ديفيزا هذا الصيف. ذكرت تقرير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ الألماني قامت بتغيير رأيها، وأصبحت مستعدة لبيع نجمها الكندي الفونسو ديفيزا خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك خشية رحيله مجانا في صيف 2025 حيث تكون نهاية عقده مع النادي. ويرفض اللاعب جميع محاولات الإدارة بتمديد عقده رغبة منه في الانتقال للريال. وكان بايرن ميونخ قد وضع سعر أولي مقابل بيع الفونسو ديفيزا يبلغ 50 مليون يورو، ولكن مع تبقي سنة واحدة في عقده وإمكانية خسارته مجانا، فإن البايرن مستعد الآن لبيعه بمبلغ 30 مليون يورو. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب.